السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي يعلن تنظيم رحلات مجانية نقل جماهيره للإسكندرية لحضور مواجهة الإسماعيلي في الدوري، ويؤكد أن الرحلات ستنطلق من أمام فرع النادي بالشيخ زايد في 1 ظهرا. عمرو السولية يبدأ بالجري حول الملعب تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق. مارسيل كولر يقرر استمرار الفريق في الإسكندرية بعد مباراة الإسماعيلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري هناك أيضا. رابطة الأندية تختار علي معلول للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة ال 32 من الدوري بعد أدائه الرائع في مباراة البنك الأهلي. البنك الأهلي يبدي اهتمامه بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر للانتقالات الصيفية القادمة. الجهاز الفني يؤكد للاعبين غضبه الشديد من المستوى السيء والتراخي الذي أصبح يسيطر على معظم اللاعبين بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا، ويهدد المقصرين في الاستبعاد من حساباته. مصدر بالأهلي يؤكد عودة محمد مغربي من الإعارة حال تمسك فيوتشر بمحمود مرعي مدافع الفريق. الاتحاد السكندري يفتقد خدمات مبلول وهداف الدوري أمام الأهلي بسبب تعرضه للإصابة. مصدر بالأهلي الأهلي يرفض الاستعجال واتخاذ القرار النهائي في عرض نادي زد العلي لطفي خوفا من تلقي الشناوي عرض ضخم من الدوري السعودي. خالد الغندور بحسب ما علمت إمام عاشور كان قريب للغاية من الانضمام للأهلي، ولكن هناك بعض الأشخاص داخل النادي الأهلي رفضوا اللاعب بجانب جمهور الأهلي الذي طلب عدم ضم اللاعب. وبيراميدز الآن أصبح الأقرب لضم إمام عاشور، فهو عرض مبلغ كبير جدا على اللاعب، والزمالك يمر فترة مادية صعبة ولا يقدر على إعادة اللاعب للفريق مجددا. رئيس سموحة يعلن بشكل رسمي حصوله على خدمات حسام حسن من الأهلي بشكل نهائي مقابل حصول الأهلي على خدمات خالد عبد الفتاح بشكل نهائي. مارسيل كولر يؤكد للأهلي أنه ليس لديه أي مانع لخروج كريم الدبيس للإعارة للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرات، واللاعب يقترب من الانضمام لنادي زد. مدرب الوكر القطري: تابعت حمدي فتحي وكنت أرى أنه من المهم انضمامه للنادي هذا الموسم لأننا سنلعب في دوري أبطال آسيا، فهو لاعب قد نستفيد من خبراته في الملعب وسيساعدنا على المنافسة في البطولة، وكنت أتابع حمدي منذ فترة وأعلم إمكانياته وهي ما نحتاج إليها، وسيضيف لنا بالتأكيد، ونرى حمدي فتحي يتماشى مع المتطلبات التي نريدها في هذا المركز وبالتالي تم اختياره. نبيل عماد دونجا بعد إيقافه 5 مباريات بسبب الفعل الفاضح، ورحمة أبويا ده ما حصل وكل اللي بيتقال ويوصل للناس كله كذب وزيزو نفسه مستغرب. الجهاز الفني يحمس كريم فؤاد وأكرم توفيق ويأكد للثنائي أنه ينتظر عودتهم بشغف كبير لرغبتهم الاستفادة من إمكانياتهم الكبيرة. الأهلي ينفي أنباء تلقي عروض من اتحاد جدة لشراء محمد عبد المنعم ليكون بديلا لأحمد حجازي. لاعبي الإسماعيلي يتعهدون على القتال أمام الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية لإنقاذ النادي من الهبوط. قبل مواجهة الإسماعيلي سيد عبد الحفيظ يؤكد على لاعبي الأهلي أن التفريط في أي نقطة في المباريات القادمة غير مقبول تماما، وسيكون هناك عقاب على أي تهاون أو استهتار سيحدث. روي فيتوريا مدرب المنتخب يصل المغرب أمس لمؤازرة المنتخب الأولمبي أمام غينيا اليوم في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. والرياض شيتوس مدرب المنتخب الأولمبي: لابد من حسم تأهل أولمبياد باريس من مباراة غينيا، وبالتالي لابد من تحقيق الفوز في المواجهة، وهذا ما أبلغناه للاعبين، والمنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولم نقلق بعد التعادل مع النيجر في أولى مباريات البطولة، وكان لدينا ثقة في التأهل لدور قبل النهائي رغم قوة منتخبات المجموعة. الروح الجماعية هي أبرز ما يميز الجيل الحالي مع المنتخب الأولمبي، وميكال المدير الفني للمنتخب هدفه تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي بالفوز بالأولمبياد مثل ما حققها من قبل مع المنتخب البرازيلي. أيمن الكاشف معلقا على مباراة الأهلي والإسماعيلي غدا في مساء الساعة 8:30. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.